انت دلوقتي لو حبيت تسافر اي دوله، اول حاجه يطلبها منك هي معاك باسبور ولا لا. بس يا ترى مين اول دوله عملت فكره جواز السفر؟ النهارده هنرجع بالزمن ونكتشف الحكايه اللي بدات من الاف السنين. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده. في فيديو النهارده هنكتشف الدوله صاحبه اول جواز سفر في التاريخ. اول دوله استخدمت جواز سفر حديث وقريب كمان من اللي معانا كانت بريطانيا في القرن ال15 في عهد الملك هنري الخامس. بريطانيا وقتها كانت بتخوض حروب في اوروبا، فكان لازم اي شخص بيسافر يكون معاه وثيقه تقول انه انجليزي ومش تابع للعدو، وكان اسمها سيف كوندكت او تصريح مرور امن. ومع الوقت بريطانيا طورت الورقه دي وخلتها وثيقه رسميه فيها اسم الشخص وجنسيته، وصفه الجسدي، وتوقيع او ختم. وفي 1915 مع بدايه الحرب العالميه الاولى جواز السفر بقى اجباري لاول مره لاي شخص عايز يسافر او يعدي الحدود، ومن بعدها العالم كله خد الفكره وبدا يطبقها. وبعد الحرب العالميه الاولى كل دوله تقريبا بدات تنظم جواز السفر بتاعها. وفي سنة 1920 في مؤتمر دولي اتعمل في فرنسا تابع لعزبة الأمم، واتفقوا على شكل موحد تقريبا للباسبور. ومن ساعتها كل دولة بقت بتصدر جواز سفر خاص بيها. يعني مثلا بريطانيا لون الجواز أحمر داكن، وأمريكا لون الجواز أزرق، والدول العربية غالبا بيبقى أخضر، وده بيبقى ليه رمز ديني وثقافي. عالم السفر بدأ بورقة صغيرة، ووصلنا النهاردة لعالم من الحرية. كده الفيديو بتاعنا خلص. كان معاكم عبد الرحمن أيمن، واللي لقينا آخر في معلومة جديدة. سلام.